هيكون هو الكسبان. المفروض ان احنا معانا فريق الولاد ضد فريق البنات، كل واحد حواليه دايره، اي حد رجله هتخطي بره الدايره بتاعته خسران. اللي هيفضل جوه الدايره لحد اخر الفيديو شخص واحد بس هو اللي هيكسب. وزي ما قلت لكم قبل كده، اي حد حابب يشارك معانا في التحديات يبعت لنا تحت على الايميل او على الانستجرام شاور 3 وحايد. هعرفكم على المتسابقين اللي موجودين معانا في التحدي النهارده. المتسابقه الاولى وهي كاندي. يا جماعه. المتسابقه الثانيه وهي لوجي. يا اخواتي. ومعانا وجه جديد وهي ليلي. يا اصحابي. ده بالنسبه لفريق البنات. طبعا معانا برضه فريق الولاد، اللي بيشجع فريق البنات يكتب تحت في الكومنتات، واللي بيشجع فريق الولاد يكتب في الكومنتات وهعرفكم هم مين. المتسابق الاول معانا مالك حبيبي. انا لسه ما قلتش الاسم كله. معلش. معانا فنانيس اشيك واحد في التحدي النهارده زي ما انتم شايفين. ومعانا المتسابق الثاني ديشا. ومعانا المتسابق الثالث الوجه الجديد وهو فهد. احلى مسا عليكم يا اخواتي. طبعا زي ما شفتوا ده فريق الولاد وده فريق البنات. اكتبوا تحت انتوا تتوقعوا من الحماسه مين اللي هيكسب، بتشجعوا فريق مين، وهقول لكم دلوقتي الجايزه ايه. والمفروض ان احنا معانا الجايزه صندوق عشوائي. يا ترى في حاجه حلوه حاجه وحشه انا ما اعرفش. طبعا اخواتي التحدي اللي فات احنا خسرنا، دلوقتي بقى احنا الشباب بقينا 3 كده هنقص اي حد احنا واخدينه. كده معروفه ان الولاد اقوى من البنات والتحدي ده بتاعنا. طول ما النساء فيها محدش هيكون فيها. زي ما احنا كسبنا التحدي اللي فات، التحدي ده بتاعنا. معروف ان الولاد ترسيل البلاعات والبنات اذكى الكائنات. اذكى منهم كده. زي ما احنا شايفين الولاد متحمسين والبنات متحمسين، ودلوقتي هنخش على المرحله الاولى، مرحله بناء الابراج. دخل الابراج يا ابني. المفروض ان كل ولد من الولاد جنبه صناديق، المفروض ان هو بيرصهم خلف خلاف، يعني واحد كده وواحد كده، يعني زي ما انتم شايفين كده جوه دايرته، وممنوع يطلع من دايرته لاي سبب من الاسباب. طبعا في تقيل، التقيل بنخليه فوق عشان خاطر يبقى الموضوع صعب ان هو يحافظ عليه شويه، زي ما احنا شايفين هنا. فهد برضه عامل برج محترم. بعد اذنك بس يا ريس. ايوه اتفضل. بعد اذنك دول بعاد بس. ماشي. وقعد برضه. لا هاتهم، ده هنا كده حلوين خالص. نجيبهم لي هنا والنبي. تستحق فعلا اللي هيحصل فيك كمان شويه. ده انت هتتنفخوا. اتنين بس. هات كمان. المفروض في المرحله الاولى هكون متحيز للبنات بصراحه. البنات دلوقتي كل واحده منهم خدت كورتين وهينشنوا على الابراج بتاعه الولاد. اي برج للولاد هيقع صاحبه يعتبر بره. طبعا انا في الجوله دي هكون متحيز للبنات، الجوله اللي بعدها هكون متحيز للولاد. البنات جاهزين؟ بصي انا ههوش التخين اللي هناك ده وانتي تضربيه. اوكي. عشان بس تكونوا فاهمين، دلوقتي كل واحد معاه برج، هيرموا كور، اللي هيقع منه اقل عدد ممكن من الصناديق. يعني مثلا مالك وقع منه مثلا واحده، ديشا وقع منه 3، يبقى كده ديشا هو اللي طلع بره لانه وقع منه اكبر عدد ممكن من الصناديق. وطبعا ممكن حد يغفلنا او رجله تطلع كده ولا كده ولا كده، فاحنا عشان كده معانا لجنه تحكيم من اقوى العيون الثاقبه ومن اقوى المراقبين، احمد شاور. اي متسابق او متسابقه صابع رجليها او صابع ايديها هيلمس بره الدايره هيزعق. يلا 3 2 1 جو. طب ورا بالي طيب. رجليه هنا يا معلم. يلا رجله طلعت. رجع. والله ما خدتش بالي ان رجله طلعت، بس صناديقه سليمه. رجله طلعت. فلاش باك كده، وريني فلاش باك. للاسف بعد مراجعه الفار ولجنه التحكيم رأت الموضوع بعين ثاقبه. على طول أنا اللي اول شفت. واحد بيطلع. أنا اللي شفت. اول واحد بيطلع. اذكى واحد في أذكى كل واحد تحدي. هنا. حتى كنا عاملين الغميضه، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. اول واحد بيتقفش، اول واحد بيخسر. حكم عليك الحكم حضوريا بخروج بره المسابقه. ديشا لقد تم اقصائك. تم إقصاء الخاسر الأول. كده ديشا الوداع. السويد. كل مره بطلع الاول. كده انتهت المرحلة الأولى بإقصاء ديشا. ديشا أول خسران معانا. دلوقتي هنخش على المرحلة الثانية واللي فيها هكون متحيز للولاد عشان أنا ما بظلمش حد. يلا بينا. ودلوقتي
دلوقتي التحدي ده هيكون للبنات فقط، هو تحدي نط الحبل. طبعا نظرا لان الدوائر هي بارزه عن الارض، يعني الدايره بلاستيك، فهي شبه من المستحيل ان حد ينط جواها. طب ايه التحدي الصعب في كده؟ المفروض ان اقل حد هيجيب عدد نطات الحبل هيتم اقصائه وهيطلع بره التحدي من البنات. احنا دلوقتي هنشيل لهم الدوائر ونشوف هيقدروا يجيبوا كام عده. الحمد لله يا جدعان فلت من التحدي ده، مع اني رشيق كنت ممكن اجيب 1000 عدد. هو قال محدش يطلع من الدايره، بس ما قالش ان محدش يقعد في الدايره، احنا نقعد بقى نتفرج. طيب دلوقتي يا جماعه هنخلي البنات يعملوا، طبعا انتوا عارفين كيلو باميه، هنعمل كيلو باميه عشان نشوف مين منهم اللي هتبدا. يلا كيلو باميه، يلا قرب. كيلو بامية. كده لوجي المختلفه، لوجي ابيض، هما الاثنين اسود. لوجي اللي هتبدا، يلا توقعوا كده لوجي تجيب كام عده؟ مثلا 100 150 1000. كمان مين يزود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. انت وقفتي ليه؟ انت كنت مكمله. عشان اعصابي ثابت وانا بضحك. الحكم بيسالني بيقول لي احنا ليه طلعنا الدايره؟ بصوا يا جماعه عشان يعني اوريكم. لوجي معلش ممكن تجربي كده تعملي نطه جوه الدايره، لان الدايره مستحيل يتعمل جواها نطتين على بعض. مش هتجيب 3 عدات على بعض، احنا عايزين يجيبوا عدد، فاحنا عشان كده هو بس في استثناء. كده لوجي سكورها 21. دلوقتي دور ليلي. انا متوقع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. ليلي سكورها 9، هو حلو. انا توقعت ان هي صراحه، لان هي اوزع، وتوقعت ان هي ما تجيبش 5 على بعض، بس حلو. شيل يا ابني المونتاج، ستوب يا ابني. ايه ده؟ اذا طلع لها صوت دلوقتي ده صوتها طلع عالي. دلوقتي المتسابقه الاخيره، كاندي جاهزه؟ يلا 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. قالوا خلاص عديتها. ده انا قلت هتوصلي لل1000 والله ولا العظيم كنت حاجه. المفروض اكمل. انا توقعت ان البنات مش هيعرفوا يجيبوا اصلا 3 4 عدات على بعض، بس ظني طلع بصراحه مش في محله. دلوقتي هنرجع لهم الدوائر ونخش على المرحله اللي بعدها، دي بقى مرحله ذكاء، هنشوف مين اذكى، الولاد ولا البنات. كده تم اقصاء ليلي وتم اقصاء ديشا، كده فاضل ولدين ضد بنتين، وهنخش على تحدي الذكاء. المرحلة اللي عليها الدور وهي مرحلة الذكاء. المفروض ان زي ما انتم شايفين قدامكم كده، ده قطر بيتركب على شكل بازل. المفروض ان في المرحلة دي هيتم اقصاء واحد او بنوتة، يعني اللي مش هيعرف يوصل لشكل القطر او اخر واحد هيوصل لشكل القطر في الاربعة هيتم اقصائه. دلوقتي هيتم توزيع البازل على كل المتسابقين، واكتبوا في الكومنتات تتوقعوا مين هيكون اذكى واحد في الاربعة. ده لازم نقعد بقى. ايه ده في ايه؟ جت عليا انا كمان. نقعد بقى. عارفين انتوا يا جدعان الاس ام ار ده؟ بصوا كده الصورة دي، مش فاهم انا ايه ده بقى، حد يفهمني طيب. والله حاسه هتتكسر.
ليش هتخلص قبل مني؟ لازم اخلص بسرعة 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 بسرعة. انا فاضل معايا 3 قطع بس مش عارفة اركبهم. خلصت. كده طلعت من الدار ولا كده ايه؟ دول مكسورين. انت مش متخيله انت عملت ايه دلوقتي يا لوجي؟ عملت ايه بسرعة؟ عملت ايه بسرعة؟ عملت ايه؟ انت ورا الدايره. اكيد لا. ليه يا لوجي عملت كده؟ طب بليز. الوحيده اللي عملت القطر يا جماعه. الموضوع كله يعني متسرع. يعني القطر اللي مفيش حد ركبه، بصوا القطر اللي مفيش حد ركبه راحت من الانشكاح جريت بره الدايره. يا حبيبتي معلش يا لوجي. خلاص لا ما ينفعش تخسر. لا ما ينفعش تخسر. لا لازم كانت تتمالك اعصابها. لا مش هينفع هي نسيت. اكيد لا. خلاص كده هنقول لوجي از اوت وهديتها القطر بتاعها. اكيد لا. سقفه يا ولاد للوجي، سقفه للوجي. باي باي يا لوجي، هتوحشينا. معلش باي باي. كده باقي معانا 3 متسابقين ولدين. كده انا متفائل بفريق الولاد وبنوته. بصوا يا جماعه، هي المفروض هي هنا هي خلصت القطر كله ما عدا دي. هي مش عارفه تركب. بص هي وش القطر اللي فاضل كسرتيه. لو اتكسر خدي بالك، صاحبتك عملتها كامله بس هي مش عايزه تساعدك. بس واقفه ورا. زقي دي. ماشي. بعدين بقى. كده فاضل 3 قطع. 3 قطع وتخلص. تعالوا نروح اطمن على الولاد اشوفهم. هما لسه فاضل لها 3 قطع. رين انت واصل لفين يا فهد؟ لسه ما ركبش الكاوتش اصلا بتاع القطر. طبعا زي ما انتم شايفين هو المفروض ده الشكل النهائي اللي قدامنا ده. هو عمل منه كده، هو ماسك اصلا قطعه يعني مش تخش في مكانها بقى لها نص ساعه. ماشي. فنانيس فاضل له قطعه اهي. القطعه دي بيركب الشكمان. ده انا ركبت البتاع دي كده يعتبر انا خلصت. بس في قطعه هنا محطها، هي فين اصلا؟ بصوا يا جدعان، هي القطعه اهي والصوره اهي. انا مش عارف هي بتركب فين دلوقتي بقى، اكتبوا لي في الكومنتات. ايه ده يا نهار ازرق؟ ده قرب يخلص معايا لسه. لا لازم اتصرف في الموضوع ده. يا ابني ايه ده؟ وايه انت بتعمل ده؟ يا حمار طلع من الدايره. يا عم لا يا عم ده كده خم. استنى كده. عقب. طلع من الدايره يا عم ده كده خم يا عم، ما ينفعش كده يا عم. ده بصوا يا جدعان. ايه ده بس كده ابعد عنه. طلعت من الدايره. انت طلعت من دايرتك فاضيه ليه؟ يا عم طب سيبنا ده. ايه ده؟ ايه ده؟ يا عم لا والله العظيم خم. ده القطر بتاعك؟ خم. القطر بتاعه اصلا فيه ايه ده؟ بص القطر بتاعه مش نافع، ما بقاش نافع خلاص. طلعت شقة ساعتين يا جدعان. ايه ده؟ انت لسه ما عملتوش؟ وايه اللي حصل؟ والله لسه ما عملتوش يا فنانيس عم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا ركبت كله، كانش فاضل حته، لقيته ضرب. اه انت ايه اللي طلعك من الدايره؟ ما كنت ناديتني وانا كنت جيت لك. انت طلعت من الدايره ليه؟ اتعصبت يا عم، انا بقالي ساعتين يا عم. سيبني اروح اضربه يا عم. انا مش انا الحكم يلا. انا الحكم يلا. خلاص تعالى. فنانيس اليمينيتد بره. طلع ابو عز. كده فنانيس تم اقصائه. وكده المتبقيين ولد وبنت. هنشوف مين منهم اللي هيخلص. فين الرسم؟ فين الصورة؟ فين الصورة؟ عايزين نطبقها. كنت بعمل فيها خدعة وبقول فين الرسمة عشان تطلع تروح. صندوق ماشية. لا ليه؟ ويا حكم انت حكم ابو ليفة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي كان بياخد الجايزه؟ جايزة ساحت؟ ديدي خسران كان بتاخد الجايزه؟ وانا كمان خلصت فضل من عند ربنا. انا كمان خلصت. ايه ده في ايه؟ ايه ده في ايه؟ انا حاسس ان انا غفلت ليه؟ بس انا كنت الصراحة كنت بعمل اختبار لكاندي لا فين الرسمة على اساس ان هي تطلع تجيب الرسمة بتاعتها بس طلعت ذهنها حاضر. كان ممكن تطلع تروح الهوا بيطيرها فهي طارت. وريني كده ما تشوف الطابق. طبعا اهي بعد عسل على عسل. يا جدعان احنا بقالنا 3 ساعات قاعدين في البتاع دي. دي صعبة جدا. بصوا هي تبان ان هي سهله بس بصوا قرب على التفاصيل والله العظيم صعبه. انا ذات نفسي ما كنتش عارف بتركب ازاي. ماشي كده كاندي بتأهلت للجوله اللي بعدها. مبروك. سقف يا ولاد سقف. نشوف فهد وريني. ايه ده كده الولاد برضو. الولاد في تألق في الولاد. عامل برضو قطر. بصوا جميل ازاي شياكه ازاي الصوره. بص الصوره. نقول مبروك لفهد متأهل للمرحله النهائيه. أنا أول مرة في حياتي أخسر.
ثقة في اللي انا جاي، طول عمري بخسر، بس انا بص مش هسيبك يا فهد، هموتك يا فهد. وزي ما انتم شايفين يا جدعان كده ما فاضلش الا ولد وبنت، وصلنا للمرحله الاخيره، اصعب مرحله. هي تعتبر يعني مش صعبه قوي ومش سهله قوي، هي ذكيه قوي. دلوقتي في لعبه المفروض ان هي جايه في الطريق بتحضر، لعبه صغنونه كده، المفروض ان هي لعبه فك وتركيب، فهنشوف مين اللي هيعرف يفكها ويركبها اسرع من التاني، وهيكون هو الكسبان في التحدي بتاع النهارده. توقعوا في الكومنتات هيكون فهد ولا كاندي، اكتبوا تحت في الكومنتات. اللعبه اللي قدامك دي المفروض ان هي من العاب الذكاء اللي بص جايه من بره مخصوص على التحدي بتاعنا. زي ما انت شايف المفروض اللعبه دي عباره عن قطعتين، المفروض ان هما قطعتين، هتفك القطعتين من بعض في اسرع وقت ممكن، يعني يا انت اسرع يا كاندي اسرع. هنشوف مين منكم اللي هيبدا. استنى بقى ما نبدا عشان اشغل لك الستوب واتش ونشوف. جاهز؟ امسكها في ايدك، خرج القطعه دي من الثانيه. يلا 1 2 3. المفروض ان انت معاك ستوب واتش، هتعملها في ثانيه، في ثانيتين، في 3، في 10، في 15، في 20. اهم حاجه ما تطلعش بره الدايره. طبعا يا جماعه اتفرجوا على الفيديو للاخر عشان خاطر تعرفوا ايه الخدعه واللعبه دي بتتفك ازاي. يعني كده كده هي ليها حل، بس احنا هنشوف هو هيعرف يجيبها في قد ايه دلوقتي. احنا وصلنا 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51. شكلي خاب ظني في الولاد، كنت عمال اقول الولاد اذكى والولاد اقوى والولاد طلعوا ششنا. دقيقة و14، دقيقة و15، 16 17 18 19 20 21 22 23 24 دقيقة و25 دقيقة و26 دقيقة و27. انت اخرك معاه 5 دقايق. ها 38 39 40 41. هي خد بالك هي يعني مش قوة، يعني مش بتتعافى عليها، هو انت بتشغل دماغك. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. تستعين بصديق؟ تقترح مين ممكن يساعدك؟ الا ده عشان ده غشاش اصلا، ده بيغش. تعالى بس وانا يا عم مش هعمل لك حاجه، بس تعالى نساعدك. عايزه؟ ابو عز الحكم ابعد. انت كده 2 دقيقتين ونص، نشوف ابو عز هيعرف يستعين بيه ولا لا. 2 37 2 38 2 39 2 40. ها هتعرف ولا تدي الليلي؟ 49 اديلها ممكن تبقى هي. 255 256 257 258. انت موترني. اديها له، رجعها له تاني عشان كده خلاص الوقت بيعدي، لقد قضى على الوقت. سيرجي انا كده خسران يا جماعه هي اللعبه، بس انا عايز اوضح توضيح، هي اللعبه على قد ما تبان بسيطه بس هي مش بسيطه خالص. هي اللعبه دي احنا جايبينها مخصصا للتحدي ده. 4 دقايق ونص، 4 دقايق و50 ثانيه، 55 56 57 5 دقايق. ما عرفش يفكها. احنا طبعا مش يعني هو فهد لم يستطيع حل اللغز. مش هنقول الحل. دلوقتي هنشوف كاندي هتقدر تفكها في قد ايه. اتفضلي 3 2 1. طب دول بيتسالوا؟ لا مفيش حاجه بتتشال، هي بتتشال زي ما هي كده. ازاي؟ وهديلك هند، البتاع اللي جوه بتلف. السلون دي بتتشال؟ لا مفيش حاجه بتتخلع، مفيش حاجه بتتشال من مكانها، هي زي ما هي بتطلع بس في لفه. 20 21 22 ما تعدش. 25 26. يعني ايه بتلف؟ دقيقه. عايزه تستعيني بحد؟ عادي انت تختاري شخص تستعيني بيه. دقيقة و6. لا هي مش بالعافية، هي بتطلع بالهدوء مش بتتكسر. دقيقة مين؟ يلا فكها. لا عايز انت استعنت بدي جدا. لا لوجي اهي. لا، مش بصي هينفع. لوجي صاحبتك هي لا شكلها عارفة قلت الحل. لها اي حد، قلت لها اي حد. ما انا اصل انا هبقى كده غش، انا غش. لا انا همسك التحدي. طيب ايه لا طب ماشي هتشوف. هي مفيش اي جزء بيتفك ولا بتطلع من فوق ولا من تحت. هو فك الجزئين من بعض وتركبهم تاني. ما هو الديب المفروض بالديب تطلع من اللي جوه، بتطلع من اللي بره. اهي المفروض مش في ايه.
وانت عارف اصلا؟ دقيقتين ونص كده. لا دقيقتين ونص. دقيقتين. ايوه قربت هي حاجه زي كده. ايوه بالطريقه دي بالاسلوب ده. عرفتها. استنى. ولا عارف حاجه. استنى والله العظيم ده اهي المفروض ان احنا هنطلع دي اهي 3 دقايق ونص. بعدها اهي بصوا اهي لا استنى. شفتوا المفروض ان احنا نطلع 3 البتاعة ونص. الكبيرة دي. ممكن استعين بصديق بابا بس استني غير ما تطلعي من الدايره. ما بابا ولا يجي. ماشي 45. طبعا نرحب بعمو معانا في الفيديو طبعا منورنا. 3 55 56 58 4 و3 ثواني. يا ده قربت تطلع 3 ارباع. انا قلت بقى اطلع بقى عندي 4 دقايق و14 ثانية. خلاص تقدري تطلعي من الدايرة. اطلع عشان بقى ثواني. طبعا ما كناش كملنا ال5 دقايق. طب تعرفي بقى انت ترجعيها تاني؟ ارجعها. ازاي كانت ازاي؟ اهي خلاص تعرفي. بصوا يا جدعان عشان برضو تبقى عشان يبقى فهد برضو يبقى عارف الخدعة. هي المفروض اللعبة عبارة عن 5 فتحات. في فتحة منهم واسعة سن. يعني بص هنا مثلا هنا هاجي ادخل صباعي التخين مش هيرضى يخش هنا اهو. بص في بقى فتحة. الفتحة دي بص بيخش كامل. هي دي الفتحة اللي بتطلع الكورة. انا عمال اقول لك لف. قلت لك في لف اهو. بص لفتها بص اهي من اول 5 ثواني هلف اهو. بص استنى مش 5 ثواني قوي يعني. المهم ان هي طلعت. لا استنى هتطلع اهي. بص اهي كده اهي. بص اهي كده اهو. مره كمان اهي كده اهي. دخلها بقى. طلعت اهي. ما هو نفس الطريقه بقى. هتروح اعمل كده هتلفتها كده اهو. دخلت اهي كده. هي بصراحه هي لعبه صعبه بصراحه. انا مش هنكر. ما هو احنا جايبينها مخصوص التحدي لان احنا لازم نجيب حاجه جديده. يا ابو عز عايزين الجايزه. عمر هو اللي هيستلم الجايزه ان شاء الله. تتوقعي يكون جواها ايه؟ فلوس زي ما في مثلا. انا ما اعرفش. هي تجرب ورزقها على الله. اتفضلي. طبعا احنا زي ما بنقول في الجايزه ممكن يكون وارد حاجه حلوه وحاجه وحشه. احنا هنتفاجئ دلوقتي كلنا معاكم. يلا 1 2 3. واو افتحي معانا. كده لازم هتفتحوا معانا. هو انت رايح فين؟ هو انت كسبت؟ هو انت داخل في الكرتونه ليه؟ هو انت عايز سرقه؟ خدي يا بنتي افتحي يا بنتي قدامنا عشان افتحها والنبي. امسكي واحده غمض زي بعض. انا سعيد. غمض انت عينك وتوقعي هي لون ايه؟ ابيض. مين؟ مين انا جراي. انا كده قوي. ده لون جراي. انا عايز اشوف حاجه بس. انا مش هاخدها وجهي. بص كده. بص ما تخافش. بصوا يا جدعان شبه العروسه اللي عندنا اللي ب5 جنيه يا جدعان. يا جدعان في ايه ده؟ بص شكلها عامل ازاي. بص اسنانها مثلثات. هو انت مين سالك عن رايك اصلا؟ طبعا مبروك لكاندي. طبعا هي كسبت بمجهودها. هو احنا اي نعم يعني كنا ممكن نقول بابا تدخل ساعد شويه بس يعني. وليلي برضو كانت مساعده في تركيب القطر شويه. طب لو سمحتوا انا كنت برضو بساعد وانا اللي عرفتها الحل. بقى ليا 100 جنيه مش صح؟ لا مش انا ساعتك. اتفضلي يا استاذه كاندي جايزتك صندوقك. باي باي. ونشوفكم. توصلوا فين؟ لا مش عايزين. شكرا يا حبيبي. شكرا بقى. سقف عشان نروح الرياضيه. سقف عشان نروح الرياضيه. طبعا زي ما قلت لكم اي حد حابب ان هو يشارك معانا في التحديات هسيب لكم ايميل تحت وهسيب لكم الاكونت شاور 3 وحيد على الانستجرام. ابعت البيانات لو عايز تشارك معانا في التحديات او لو بنوته واي فكره تحدي عايزيننا نعملها اكتبوها لنا تحت في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب واهم حاجه زرار الجرس. طب بص هقول لك حاجه. استعرض مهاراتي اخر مره. واهم حاجه ما تنسوش زرار الجرس عشان لما ينزل فيديو جديد يجي لكم الاشعار ان الفيديو الجديد نزل. زرار الجرس اهم حاجه. ونشوف. استنى بعد اذنك. بص سقف يا ابني. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب ونوصل لل100 مليون مشترك.